تخيل انك واقف قدام خريطة قديمة، مش ورق عادي، خريطة اتثابت مخصوص للي ناوي يكمل الرحلة للآخر. فيها علامات، تحذيرات، وسهم بيقول ما تدخلش إلا وانت مستعد. وهنا بالظبط بنقف، مش عشان نمشي لكن عشان نستعد. أول اسم على الخريطة هو أسبوع الاستعداد. مش أسبوع عادي، ده الأسبوع اللي فيه بنفهم إن الجهاد مش اندفاع ولا حماس. الجهاد محتاج تجهيز. عشان كده الخريطة بتقسم الطريق لثلاث اتجاهات أساسية: الاتجاه نحو الله، الاتجاه نحو الآخرين، الاتجاه نحو النفس. ولو اتجاه منهم وقع الرحلة كلها هتقع. الاتجاه نحو الله نطرح الشر ونلتصق بالخير، أما الاتجاه نحو الآخرين نسلك بمحبة أخوية، لأن الرحلة مينفعش تتعاش لوحدك. أما الاتجاه نحو النفس إننا ننمو في النعمة ونسلك في الكمال عشان نوصل لغاية الجهاد وهي الهداية للملكوت. ومن هنا الخريطة تقسم الأسبوع لجسمين: من الاثنين للجمعة جهاد، أما السبت والحد نعمة ومكافأة مش راحة. يوم الاثنين ارفض الشر، مينفعش تبدأ الرحلة وانت شايل حاجات بتعطلك. عشان كده باخد خطوة لرفض الشر. إنجيل القداس يقول لنا بوضوح: وإن أعثرتك رجلك فاقطعها، خير لك أن تدخل الحياة أعرج من أن تكون لك رجلان وتطرح في النار التي لا تطفئ. يوم الثلاث تمسك بالخير، بعد ما تسيب الشر لازم تمسك في الصح. وإنجيل اليوم يكلمنا عن الوكيل الأمين الحكيم: من أعطى كثيرا يطلب منه كثير، ومن استودع كثيرا يطلب منه أكثر. يعني نفضل دايما بنصنع الخير، عشان حتى لو مش عارفين الساعة اللي هيجي فيها، بس عندنا يقين إنه جاي وهيحاسب كل واحد حسب أمانته. يوم الأربع قدم حب وعطاء، مش بس تحب اللي بيحبك لكن حتى اللي أذاك. احنا هنا قدام مبدأ بيقلب الموازين، وبناخد إرشاد إننا نحب حتى أعدائنا. ويقول لنا الكتاب كده: لأن بالكيل الذي به تكيلون يكال لكم. يعني زي ما بتقدم حب وغفران لغيرك، انت كمان هيكال لك بنفس المكيال. يوم الخميس انمو في الروح، مش أعمال شكلها حلو لكن نور حقيقي من جوه، ونمو في النعم. يعني السراج مينفعش يستخبى، والبذرة تنمو وتسمو. عشان كده يكلمنا الكتاب عن مثل الإنسان اللي زرع وأعطي له ثمر وهو لا يعلم، لأن من له يعطى ومن ليس له فالذي عنده ينزع منه. يعني اللي عنده استعداد يعطي ويسمع بينمو ويزدهر، واللي يسمع وما يتحركش حتى اللي عنده بيتنزع منه. يوم الجمعة قدم صلاة وتسليم. وهنا آخر يوم جهاد، بنسلم وإحنا كلنا إيمان إنه هيستجيب. عشان كده إنجيل اليوم بيكلمنا عن الصديق اللي قرع الباب في نص الليل واستجاب له من أجل لجاجته. ويقول لنا كده الكتاب: لأن كل من يسأل يأخذ، ومن يطلب يجد، ومن يقرع يفتح له. يعني كل حد طلب في صلاته وسلم إرادته لله يفتح له ويستجيب لسؤال قلبه. وبعد 5 أيام جهاد الكنيسة مش بتسيبنا تعبانين من الجهاد، لكن بندخل جسم النعمة وإحنا موعودين بالكنز. يوم السبت كن كاملا. في اليوم ده بنتكلم عن الكمال، وهنا الكمال بيتحقق بمحبة الأعداء وعدم رد الإساءة بالإساءة والغفران والمحبة. فكونوا أنتم كاملين كما أن أباكم الذي في السماوات كامل. يعني مش كمال صعب ومستحيل ولا هو حاجة بعيدة، لكن عاوز منك شغل. يوم الحد اطلبوا الملكوت. والأسبوع هنا بينتهي بأحد الكنوز، وعنوان اليوم اطلبوا الملكوت، بمعنى ان الملكوت يطلب بالرحمة والمغفرة. والكتاب هنا بيقول لنا: لا تكنزوا لكم كنوزا على الأرض حيث يفسد السوس والصدأ وحيث ينقب السارقون ويسرقون، بل اكنزوا لكم كنوزا في السماء حيث لا يفسد سوس ولا صدأ
وحيث لا ينقب سارقون ولا يسرقون. هنا بنكتشف إن المشكلة مش في السعي والجهاد، لكن في مكان التخزين. وفي النهاية الخريطة بتقولك بعد أسبوع جهاد كامل، السؤال هنا مش تعبت قد إيه، السؤال خزنت فين؟ لا تكنزوا لكم كنوزا على الأرض، بل اكنزوا لكم كنوزا في السماء. يعني الكنز مش بعيد، بس لازم قلبك يكون جاهز. غاية أسبوع الاستعداد مش إنك تحارب، لكن إنك تستعد عشان ما تخسرش نفسك في الطريق. والسؤال الحقيقي مش فهمت ولا لأ، السؤال هتعيش الأسبوع ده ولا هتتفرج عليه؟